عندك قطعة أرض وهتبنيها فيلا خاصة بيك أو عمارة، ركز معايا عشان المعلومات اللي أنا هقولها لك دي حرفيا هتدفع فيها ملايين لو أنت ما عملتهاش. أول حاجة لازم تعمل جسة للتربة. الجسة ناس كتير بتستقل بيها أو بيكلم جاره ويقول له لو أنت عامل جسة عرفني التقرير بتاعها إيه. إياك تعمل كده، الجسة مش هتكلفك كتير بس فوائدها رائعة. خلي بالك الجسة بتعرفك منسوب التأسيس وبتعرفك كمان نوع التربه، ودي حاجه مهمه جدا بتفيد الانشائي في تحديد نوع الهيكل الخرساني اللي هيشتغل لك بيه، وكمان بتعرفه السيستم الانشائي للقواعد هيبقى ايه. وما تنساش كمان ان المكتب اللي بيشرف لك على الموضوع يعمل لك مقايسه تقريبيه قبل ما تبدا، بحيث ان انت تبقى عارف التكلفه الاجماليه كام علشان ما تعطلش او توقف شغل وانت شغال. تاني نقطه انك اكيد هتجيب مهندس معماري ومهندس انشائي، علشان ما ينفعش تبدا وانت مش عارف حاجه، لازم تكون فاهم كل خطوه وكل تفصيله اللي هيتم فيها بالظبط. تالت حاجه تطلب من المهندس الانشائي يعمل لك تفريد للحديد عشان تجيب الكميات بتاعتك مظبوطه وتدي الحداد بتاعك كل تفصيله وكل تقطيعه هتبقى عامله ازاي. رقم 4 اوعى تنسى بند العزل، لان ده من اهم البنود اللي الناس كتير للاسف بتغفلها، والعزل ليه انواع كتير جدا. المهندس اللي معاك او المكتب اللي معاك هيعرفك هل محتاجين عزل بيتوميني ولا عزل كيميائي بناء على المواصفه اللي هو هيحددها لك. واخر حاجه هقول لك عليها، ما تسترخصش وما تدورش على الرخيص سواء كمقاول خرسانات او كمكتب هندسي، لان للاسف الشديد عاده ما بيكون التوفير فيهم فيما بعد بيزعل. يا اما هيبقى معاك حد مش مؤهل ومش خبره، او هيبقى معاك مقاول احتمال كبير ما يبقاش ملتزم. فخليك دايما متابع سعر السوق كام، وتاكد ان الناس اللي معاك مش اغلى ومش اقل بنسب كبيره. ولو عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا حالا.